جو جميل جدا واجواء جميله. ادي حسين عبد الغني بيقدم طلاله اهوت. المجموعه بقى روح جميله جدا طبعا عند النجوم الكبار. حسين عبد الغني كابتن الفريق السعودي نادي النصر، محمد نور الغامدي، مجموعه ممتازه جدا. عمر وساوي، محمد البيش، محمد حسين، حسين عبد الغني، محمد نور، الفنان يحيى الشهري وشايع شراحيلي، رافائيل بسطوس، عبد عطيف، حسن الرايب، سعود حمود، السهلاوي، الزبيدي. مجموعه ممتازه الحقيقه من اللاعبين، بالاضافه لعبد المحسن عسيري، محمد حسين، وخالد الزلعي، بالاضافه للاعب جمعان الدوسري، ابراهيم الزبيدي، بدر الدعاية، اللاعب اللي قلت لحضراتكم عليه من اسره الدعاية، الاسره السعوديه الكرويه، ابن عبد الله الدعاية النجم الكبير، وابن عم ولد عم محمد الدعاية. بقى الاسماء الجميله اللي عرفتها كره القدم السعوديه النهارده طبعا موجوده هنا وتكرم كبطل للنسخه الرابعه لبطوله نادي بنياس. بطوله بنياس الدوليه هي بطوله للنادي السعودي نادي النصر. مكسب كبير جدا الحقيقه للاربع انديه اللي شاركوا. محطه ممتازه جدا لعمليه الاعداد. 22 اغسطس الفريق السعودي هيلعب اول مبارياته. فريق نادي النصر هيلعب اول ماتش امام نجران في الرياض. اول مباراه. النادي اللي عنده 7 دوري و12 كاس الكأس الملكي طبعا، ولقب واحد لولي العهد. طبعا ألقاب كبيرة داخل خزائن النادي العالمي نادي النصر. إذا النصر فريق يغني عن وصفه، وفريق يعني يضاف إلى البطولات الكبيرة. اللقب الثاني هنا يسجل كأكثر نادي فاز باللقب بالنسبة ل4 بطولات. نادي النصر لقبين، الكويتي لقب، ونادي الهلال السوداني صاحب أول نسخ الألقاب. فريق نادي بنياس هو وصيف هذه البطولة، الفريق اللي استفاد استفادة كبيرة الحقيقة من خلال لقاءاته في هذه البطولة. لحظات أصدقائي الكرام ويسدل الستار تماما عن هذه البطولة اللي استمتعنا بها طبعا في الشهر الكريم شهر رمضان، واكيد استمتع عشاق قنوات ابو ظبي الرياضيه. غدا هتستكمل وهتنتهي بقى اخر البطولات الرمضانيه واخر البطولات المجمعه، البطولات الدوليه لانديه ابو ظبي الخمسه، العين والجزيره والوحده، بالاضافه للظفره وبالاضافه للبنياس. الكل كان كسبان، الكل كان سعيد. 20 فريق شارك في 5 بطولات. عشنا مع حضراتكم بالنقل الحصري والنقل المباشر من قلب الحدث. هذه الصورة التذكارية، وهو ده طبعا اللي تبقى في الآخر في المقام في رياضة كرة القدم حتى لحد أعلى حاجة، لحد كأس العالم. هي دي اللقطة الأخيرة، هي دي النسخة الأخيرة، وهي دي البطولة الجميلة. إذا بطولة بنياس بطولة سعودية، بطولة بنياس بطولة نصراوية سعودية. إذا الفريق العالمي هو صاحب النسخة الأخيرة، صاحب اللقب الأخير، وصاحب الكأس المثيرة كأس بنياس، يتسلمها النجم حسين عبد الغني كابتن فريق نادي النصر السعودي. أجواء جميلة جدا للجنة المنظمة للبطولة. مدير البطولة مسلم سهيل الكثيري، رئيس اللجنة صبري الكثيري، والأعضاء حسين المصعبي، بالإضافة للكابتن محمد فؤاد نجم الكرة المصرية. أيضا يعني رئيس مجلس إدارة النادي اللواء أحمد ناصر الريسي، مبارك بن محيروم العمري نائب رئيس مجلس الإدارة. تنظيم على أعلى مستوى الحقيقة واستفادة كبيرة. هكذا حال ولسان وأحوال رؤساء الوفود المشاركة في هذه البطولة. إذا ألف مبروك وشكر جزيل طبعا لكل الأندية اللي شاركت في بطولة نادي بنياس. أجواء جميلة جدا، والكأس لنادي النصر، الكأس للعميد. سعداء جدا. والآن اللحظات الجميلة بحسن الختام، مسك الختام، السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا للزميل عصام عبدو. إذن هكذا النصر السعودي توج بهذه البطولة في بداية هذا الموسم الجديد. قبل أن نختم هذا الاستوديو، سؤال